بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بيكم في قناة انجول. وفيديو النهاردة هنتكلم عن أهم مستجدات ميركاتو النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا إن شاء الله الفترة القادمة. طيب خلونا نبدأ كده بتدعيم خط الدفاع والموهبة التونسية هشام بكار. هشام عنده 22 سنة، مركزه ظهير أيسر أو مدافع مساك، بيلعب لفريق الاتحاد المنستيري وجنسيته طبعا تونسي. وكيل هشام بكار عرضه على إدارة النادي الأهلي من أجل الانضمام للفريق، وكولر أبدى إعجابه بقدرات اللاعب. إن شاء الله الفترة الجاية المفروض أن محللي أداء النادي الأهلي يتابعوا هشام بكار من أجل تأكيد قرار التعاقد معاه. هشام على فكرة لاعب واعد صغير عنده 22 سنة، يعتبر موهبة، بيقدر يأدي في مركزين بنفس الكفاءة، سواء ستوبر مساك مدافع أو ظهير أيسر. بيعرف يعمل التوازن في الملعب دفاعيا وهجوميا، يقدر يكون بديل علي معلول ويقدر يكون بديل محمد عبد المنعم. ده بخصوص اللاعب التونسي هشام بكار. وزي ما قلت لك كده هو عنده رغبة أصلا، وكيله أصلا عرضه على إدارة النادي الأهلي، ويعني الجهاز الفني بيتابع قدرات ولقطات للاعب هشام بكار الفترة الحالية. أما عن تدعيم الخط الهجومي، أنا عاوز أقول لك إن شركة الكرة في النادي الأهلي واللجنة الفنية بيخططوا للتعاقد مع 2 مهاجمين، مهاجم محلي وآخر أجنبي. المهاجم المحلي الأقرب والأفضل في الدوري هو أحمد أمين أوفا. اتكلمنا عنه من فترة كبيرة لو تفتكر. أوفا عنده 27 سنة، بيلعب لفريق انبي، واللاعب ده فعلا يعتبر أفضل مهاجم مصري داخل الدوري المحلي. أرقامه في الموسم السابق لاعب 31 لقاء وسجل 11 هدف، كان من هدافي الدوري الموسم اللي فات. في الموسم ده لاعب 4 ماتشات، سجل هدف وصنع هدف. أحمد أمين أوفا اقترب من التوقيع للنادي الأهلي، ولكن المشكلة عند إدارة نادي انبي، يعني بيتبقى إنهاء تفاصيل الصفقة بشكل نهائي بشكل رسمي مع إدارة نادي انبي. ممكن جدا النادي الأهلي يستخدم التبادل من أجل التعاقد مع أحمد أمين أوفا في شهر يناير، وهو اللاعب على فكرة بيضغط على إدارة نادي انبي من أجل إبرام الصفقة في الانتقالات الشتوية. أما عن المهاجم الأجنبي، اللاعب المرشح بقوة حتى الآن هو محمد كوناتي. كوناتي عنده 25 سنة، بيلعب لفريق أخمات جروزني الروسي، جنسيته إيفواري بوركيني، طوله 191 سنتي، والقيمة التسويقية 2.5 مليون يورو. أنا عاوز أقول لك حاجة مهمة جدا بخصوص محمد كوناتي. عقده بينتهي مع أخمات جروزني في نهاية الموسم، وبالتالي الفريق الروسي مضطر إنه يبيعه في الانتقالات الشتوية في شهر يناير عشان يستفيد منه على المستوى المادي، لأن لو كوناتي رحل في الميركاتو الصيفي هيمشي بشكل مجاني. على العموم النادي الأهلي حصل على موافقة محمد كوناتي وفقا للتقارير الروسية. الأهلي متارجت محمد كوناتي في شهر يناير. اللاعب ده كان على رادار القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي السابق، دلوقتي هو ده المرشح رقم 1. وعلى فكرة كولر معجب جدا جدا بقدراته الفنية. أكيد لو الأهلي تعاقد مع مهاجم أجنبي، اللاعب أنتوني موديست هيرحل عن الفريق. موديست طبعا غير مؤثر، ويعني التجربة أثبتت أنه تقيل جدا في الحركة ومش قادر يصنع الفارق في القلعة الحمراء. محمد كوناتي مهاجم وحش، مهاجم سوبر، أرقامه جيدة مع فريق أخمات جروزني الروسي، وهو ده بقى المهاجم اللي يليق بالنادي الأهلي. لاعب هيدر فينيشر، بيعرف يسجل أهداف من خلال لعب الكرات الرأسية والتسديدات والانفرادات، بيعرف يتعامل معاها بشكل مثالي. ده بخصوص ملف المهاجم الأجنبي والمهاجم المحلي. وزي ما احنا عارفين طبعا النادي الأهلي اقترب جدا جدا من حسم صفقة عمر كمال عبد الواحد. يعني عمر كمال وقع للنادي الأهلي لمدة 3 مواسم ونصف. طبعا انا اتكلمت عن هشام بكار اللاعب التونسي الموهبة التونسية، واتكلمت عن محمد كوناتي. طيب ازاي الاهلي يتعاقد مع 2 لعيبة اجانب في الميركاتو الشتوي واحنا عندنا اللعيبة الاجانب عددهم مكتمل؟ انا قلت لك ان انتوني موديست بنسبة كبيرة هيغادر القلعة الحمراء،
وممكن جدا المفاجأة اليو ديانج يرحل عن النادي الاهلي. ديانج عنده عروض اوروبية، يعني إدارة النادي الأهلي بترحب ببيعه، وطبعا احنا عارفين إن علي معلول محتاج بديل، ومعلول هو كمان ممكن يمشي في نهاية الموسم في الميركاتو الصيفي. فخلونا احنا كده نتابع مع بعض. أنا بقول لكم يعني آخر الأخبار المتعلقة بالميركاتو واللاعبين المرشحين والصفقات. بقول لك أخبار مؤكدة مش أي كلام. يعني أنا لما أطلع أقول لك معلومة بقول لك معلومة مؤكدة بنسبة 100%. لو أنا شاكك مش هقول لك، تمام؟ بس بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. عاوزك تعمل لايك ومتابعة ومشاركة، اشتراك للقناة، قناة انجول، عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا. شكرا ليكم، السلام عليكم.